السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ الورد الجودي. النهاردة هعمل معاكم تشكيلة من الجلاش هتعجبكم قوي، كذا شكل بنفس لفة الجلاش هتعجبكم قوي. عملنا الوربات وعملنا تاج الملك وأساور الست، حلويات شرقية جميلة قوي هتعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة. عندي اول حاجة الشربات ده انا حطيت كوبايتين سكر وكوباية مية وبعدين نص ليمونة، وهسيبه يبرد عبال ما اشتغل في الجلاش. عندي لفة جلاش، وادي المكسرات اللي عايزينها، اي مكسرات عندك تحبيها حطيها فيه. عندي الزبيب والسوداني المجروش، وادي جوز الهند. قبل ما اشتغل انا هحط المكسرات على بعض وهحط عليها شوية من الشربات علشان تبقى متماسكة. ادي جوز الهند وادي الزبيب. هحط شوية من الشربات واقلبهم. هاخد شوية من الشربات كده عشان الحشوة تبقى متماسكة وما تقعش من الجلاش. اقلب كده وابتدي اشتغل في الجلاش. ادي لفة الجلاش معايا، الاشكال اللي هعملها كلها من لفة جلاش واحدة. قبل ما اشتغل انا هقسمها بالنص كده علشان اعرف اشتغل بيها الاشكال بتاعتي. اقسمها كده، لو عايزة مقاساتك تبقى مظبوطة فاعمليها بالمسطرة. دلوقتي الجلاش بعد ما قسمته انا هحط سمنة ورقة ورقة، واحط السمنة علشان اشتغل على طول. يعني لو 10 ورقات برضو هتحطي ورقة ورقة سمنة عشان نعرف نشتغل، مفيش حاجة تعطلنا كده. الجلاش على فكرة بيحب السمنة، واحلى حاجة بقى السمنة البلدي بتبان فيه وطعمها جميل قوي. هي السمنة البلدي بتبان في الحلويات عموما، الجلاش الكنافة تبقى جميلة قوي. ادي الورقة التانية، وهفضل اعمل كده لحد ما اوصل للعشر. اخر ورقة مش هحط سمنة، اللي هي الاخيرة. ادي جزء الجلاش اللي عملته، وسبت اخر ورقة من غير سمنة عشان اعرف اشتغل. الجزء التاني برضو هعمله بنفس الطريقة، هعمله وارجع له تاني. ادي الجلاش بعد ما خلصت انا كده هساوي الطروف بتاعته عشان كله يبقى متساوي. وبعدين هقسمه كده بالطول عشان انا عايزة مربعات بالشكل ده كده. ادي
مربعات، احاول اخليهم قد بعض. لو مش هتعرفي اعملي بالمسطرة. اهو طلع متساوي. الاشكال دي هتبقى زي المحلات بالظبط، حتى كمان ممكن تاخديها زيارة لأي حد، هتعجبكم اوي الاشكال دي. اول شكل هعمله معاكم، هجيب مربع كده وهحط فيه الحشوة بالشكل ده، وهروح قافلة كده على شكل مثلث بالشكل ده كده. زي ما قلت انا حاطه على الحشوة شوية شربات عشان يبقى متماسك. اهو قفلت كده المثلث كده بالورد، عشان كده بيقولوا عليها الوربات، هي اسمها كده. اهي كده بالشكل ده، المنظر ده كده. وهحطها في الصينية كده. اهي دي كمان واحدة، اهي دي الحشوة. واقفل كده بالشكل ده. اهي لما تستوي هتشوفوا بقى شكلها مورق ازاي. احطها كده في الصينية. ادي الشكل التاني. انا حطيت هنا السوداني وجوز الهند، مش هحط زبيب علشان دي هتبقى مفتوحة، والزبيب لما بيستوي بيتحرق، فانا مش هحط. كده هقفل التقفيلة بتاعتي. هاجي كده واروح ضمة كده عشان تديني الشكل. دي اسمها تاج الملك. اهي بالشكل ده، واحطها في الصينية. اهي كده. هي هتفك مني، بس احاول اسندها باي حاجة عبال ما ارص جنبها الباقي. حطيت الفرشة على بال ما اعمل الباقي. ادي كمان واحدة. زي ما قلت حاولي تبعدي عن الزبيب عشان هيتحرق في الفرن، فانا خليني في السوداني وجوز الهند. ادي كده، وهقفل القفلة بتاعتي اهي. دي اللي هتديني الشكل في الاخر اهي، وهحطها في الصينية. دلوقتي هعمل الشكل التالت. هجيب كده عصيان الشيش طاووق، او لو عندك اللي هي سياخ اللي هي بنشوي فيها الكفتة، هنعمل بيها اساور الست. انا هجيب كده الجلاش زي ما قسمته معاكم في الاول، وهحط فيه كده وهلف. ادي الشكل التالت. انا هجيب عصيان الشيش طاووق، او لو عندك السيخ الكفتة هتنفع معاكي. ادي هلف كده، احط الجلاش زي ما قسمته وهلف عليه. ادي بعد ما لفتها هضغط عليه علشان تديني الكشكشة دي، وبعدين هخرج العصيان دي
وبعدين اروح لفاها كده تديني الشكل ده. بالشكل ده. عندي الشكل التاني هعمل الوردات، هجيب الورقة كده واطبقها وهروح لفاها زي الوردة كده. هتديني شكل الوردة كده. اروح اقسمها لو كبيرة كده اروح اقسمها 2 واحطها بالشكل ده. ادي بعد ما خلصت ادي الاشكال. الجلاش بنعمل منه اشكال كتير. ادي اول شكل عملناه اللي هو تاج الملك. عملنا الوردة اهي. عملنا الجلاش العادي الملفوف. عملنا الوربات على شكل مثلثات. وبعدين وكمان عملنا اساور الست اهي. وبعدين هدهن الوش كده بالسمنة وانا مولعة الفرن على درجة حرارة 180 او كده بالشكل ده كده. وبعدين احطها في الفرن. ادي الجلاش بعد ما طلع من الفرن. ادي الاشكال اللي عملناها خدت الشكل ازاي. وبعدين احط الشربات بالشكل ده كده. اوزع كده وبعدين هنقلب طبق التقديم. ادي بعد ما حطينا الجلاش في طبق التقديم. ادي الاشكال اللي عملناها زي ما قلنا تاج الملك. وادي اساور الست. وعندي الوردات اهي. وعندي كمان الوربات اللي هي على شكل مثلث هتعجبكم قوي. وادي الملفوف العادي. اشكال هتعجبكم قوي زي الجاهز بالظبط. لو عايزه تزوري حد ممكن تعملي الطبق الجميل ده وتقدميه عادي وتاخديه معاكي. يا رب يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين.